هنعمل بقى شوية رز بالخلطة حكاية، ومعاهم شوية سلطة في ناحية تانية خالص. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول. ما تنسوش اللايك والشير وتفعلوا الجرس في قناتي، ده حياتي وده شغلي. معانا الحلة بتاعتنا، هننزل بمعلقة كركم كبيرة، هننزل عليهم ب7 فصوص من الحبهان، عودين من القرفة، 2 مكعب من المرقة، 5 ورقات ورق رولي، معلقة صغيرة فلفل اسود، معلقة صغيرة بابريكا، ورشة من جوزة الطيب. وهننزل عليهم ب3 معالق كبار من الزيت. هنرفعهم على النار. اول ما الخلطة دي كلها تسخن مع بعضها وتاخد طعم التتبيلة، هننزل بكوبايتين كبار من الرز، طبعا احنا غاسلينه. هنقلبهم كويس مع الخلطة الجميلة ديت، وهنفضل نقلب فيهم على نار هادية عشان الرز ياخد من طعم الخلطة. هننزل بقى بمعلقتين كبار من الزبيب، هنقلب كويس. اول ما نقلبهم بالشكل ده كده خلاص، هننزل بالمية السخنة بتاعتنا، هنزود المية فوق الرز بصباعين، هنرفعه على النار لحد ما يستوي معانا. وايه بس احنا حطينا نص معلقة ملح صغيرة عشان طعم الرز. هنعمل بقى السلطة بتاعتنا، هنقطع الخيار بتاعنا بالشكل اللي احنا شايفينه ده، وهنقطع الطماطم بتاعتنا. معانا بقى الفلفل الرومي بتاعنا قطعناه، مع قرن فلفل حراق، وقطعنا بصلتين جوليان، ومعانا حزمة شبت وحزمة بقدونس برضو قطعناهم عشان ايه طعم السلطة بتاعتنا. هننزل بقى بمعلقة من الخلطة بتاعتنا بتاعت البتنجان، وليمونة، ومعلقة زيت زيتون، معلقة ملح، معلقة كمون، وخلصت معانا السلطة بالشكل ده، وربع كوباية مية. ادي بقى الرز بتاعنا بعد ما خلص. ايه رأيكم شوية السلطة التحفين دول؟ ما شاء الله اللهم بارك، الاكل تحفة. متنسوش اللايك والشير وتفعلوا الجرس في قناتي، ده حياتي.